التهابات الجيوب الأنفية مشكلة شائعة بتسبب صداع مزمن، انسداد في الأنف وإرهاق عام. النهاردة هنتعرف أكتر على أسبابها وطرق علاجها. علشان كده معانا أستاذ دكتور حازم عبد التواب، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وزميل الكلية الملكية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بإنجلترا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم، يشرفني وجودي معاكم. متشكر جدا لحضرتك، يا رب إن شاء الله المشاهدين يستفيدوا إن شاء الله. اتفضلي. في البداية يا دكتور حابين نعرف من حضرتك إحنا ليه بيجي لنا جيوب أنفية أو مشاكل بالجيوب الأنفية؟ هو حقيقي اشهر شكوى بتجيلنا في العيادات هي شكوى التهاب الجيوب الانفيه، وقبل ما نتكلم هي ازاي بتيجي لازم نعرف هي عباره عن ايه اصلا. الجيوب الانفيه هي عباره عن فراغات موجوده في راسنا، الفراغات دي متصله بالانف، بعضها موجود هنا، بعضها موجود ما بين العيون، بعضها موجود في الجبهه، وفي واحد موجود في قاع الجمجمه، هم 7 بالعدد. صلتهم بالانف تساوي ان ده المدخل في الاغلب لكل مشاكلهم، بمعنى إن أغلب المشاكل بتاعت الجيوب الأنفية بتيجي عن طريق الأنف. فدي أهم حاجة لازم نبقى عارفينها عشان نفهم بعد كده إيه الفوارق العنيفة ما بين حساسية الجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية. أشهر أسباب التهابات الجيوب الأنفية هي أدوار الزكام العادية، فيروسز، بكتيريا، وبعض الأحيان وده شيء ممكن المريض يغفل عنه، التهابات الجيب الأنفي الوجني اللي هو موجود في الوش هنا، لأن أشهر أسباب التهاب فيه الأسنان، فلازم المريض أبدا ما يغفلش عن أسنانه في الصف العلوي. يعني ممكن تبقى أسنانه ومناخيره هي اللي مسبباه بالتأكيد الوجني؟ وحضرتك ممكن تشوفي كتير قوي من الشكوى اللي بتحصل لمرضى الجيوب الأنفية تبقى شكوى مميزة قوي، يقول أنا حاسس بوجع وتقل في المكان ده، حاسس بوجع وتقل حوالين عينيا، وحاسس بوجع وتقل في الجبهة. تمام. طب ازاي نفرق بقى بين التهاب الجيوب الأنفية الحاد والمزمن؟ هو مبدئيا كلمة حاد تساوي احنا بنتكلم في matter of days، يعني أيام، يعني ممكن نتكلم إن الشكوى دي 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام. أما كلمة مزمن فغالبا بتساوي أسابيع، الأسابيع دي أحيانا ممكن توصل ل 12 أسبوع، يعني المريض بيفضل يشتكي من الجيوب الأنفية على مدار طويل بالشهور. الحاد هو اللي المريض بيشتكي منه حالا، وهو ده اللي بيجي لنا بيه المريض أغلب الأحوال في العيادات، وبيكون مصاحب ليه ارتفاع في درجة الحرارة، وبيكون مصاحب ليه نزول إفرازات سميكة غليظة ملونة طول اليوم. وخليني أصمم على كلمة طول اليوم دي، لأن أحيان كتير قوي المريض أول ما يصحى الصبح الإفرازات اللي بتنزل من الأنف بتبقى ملونة، ويكون السبب فيها أنها موجودة بطول الليل أثناء نومه، لكن دي ما نعتبرهاش، ما نعتدش بيها، اللي أعتد بيه إن طول اليوم يبقى فيه الإفرازات. فده الحاد، ارتفاع في درجة الحرارة مع نزول الإفرازات الملونة مع الصداع مع الاحتقان وانسداد الأنف. أما المزمن فده اللي بيحصل على مدار طويل، ممكن العيان ما يشتكيش خالص لا من إفرازات ولا من سخونة، وإنما يظل شكواه الأساسية الصداع. عندي صداع الجيوب الأنفية، بيجي يقول كده أنا عندي الصداع بتاع الجيوب الأنفية. ألف سلامة. طيب يا دكتور، دلوقتي الحساسية أو تغيير الفصول دول بيأثروا على التهاب الجيوب الأنفية فعلا؟ بالتأكيد واحد من أهم المؤثرات هي حساسية الأنف، وبرضو ده هياخدنا في سكة هو إيه الفارق ما بين حساسية الجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية. يعني أنا ممكن يجي لي النهاردة مريض في العيادة واكتب له مضاد حيوي، ويجي لي مريض تاني في العيادة وما اكتبلوش مضاد حيوي اعتبارا باللي أنا بشوفه من شكواه ومن الكشف. الحساسية يا فندم مش لازم تكون حساسية مشمومات، يعني مش لازم يكون التراب، مش لازم يكون الدخان، مش لازم يكون بعض الروائح النفاذة في المكان حوالينا. أحيان كتير قوي تبقى حاجات منسية، يعني أكلات، حاجات، مشروبات، بريزرفاتيفز، مواد محفوظة. أنا عايز أقول إن حتى مستحضرات الوش أحيانا بتشكل المشكلة دي للحساسية. وحاجة ممكن بعض الناس يزعلوا مني فيها، البات أنيمالز. أحيان كتير قوي بيكون الحيوانات الأليفة اللي موجودة في البيت دفنت للكاتس، واحد من أهم الأسباب. أنا بشوفها كدكتورة أطفال، بشوف أطفال كتير فعلا بيجوا لنا بيشتكوا بحساسية أنفية والتهابات وكل اللي حضرتك بتحكي عليه بسبب إن في قطة أو حاجة في البيت، ولما بيروح كل ما يروح لجدته يجرى له نفس القصة دي عشان القطة عندها، يرجع البيت تبقى الدنيا تمام. طب قول لنا إيه الطرق الحديثة بقى اللي تخلصنا من مشاكل الجيوب الأنفية، وهل في تدخل جراحي ممكن بنلجأ له عشان نخلص موضوع الجيوب الأنفية ده ولا لا يا دكتور؟ طيب احنا نبدأ الأول بطرق العلاج. أهم حاجة في طرق العلاج أولا التشخيص الصحيح.
بمعنى ان انا ما ينفعش ابدا اعتمد على الشكوى حتى ولو كانت مكرره، وان انا انزل بنفسي الصيدليه اخد المضاد الحيوي بدون فهم للشكوى اللي موجوده عندي. الحكايه دي يا جماعه عملت لنا ازمه رهيبه، خلت فيه مناعه ضد ادويه كتيره قوي. بقى في مرضى ينزلوا الدواء، ياخدوا الدواء يشتريه وياخدوا اسبوع و10 ايام وما يخفش، لان مش ده الدواء بتاعه ومش ده الدواء المؤثر على الميكروبات الموجوده. فاشهر الحاجات اللي احنا لازم نعملها، اولا الكشف الطبي، ثانيا المنظار الجراحي. يعني لازم انا في العياده بتاعتي ما اشخصش المريض بناء بس على شكواه، لازم كمان ادخل بالمنظار جوه الانف، عمليه بسيطه، مش عمليه يعني، اقصد كشف بسيط بنبص بيه على الانف، نشخص اذا كان في صديد، افرازات قيحيه، مخاط، تورم في الانسجه. وهنا بقى بيجي دور الادويه، اذا كان بيبقى فيه غسيل او تنظيف للانف، اذا كان فيه مضادات حيويه او مضادات للحساسيه. اما الحل الجراحي فغالبا لا نلجا له الا لو تحولت الحاده الى مزمنه، يعني بقى المريض طول عمره بيشتكي من الشكوى دي، وساعتها نلجا للجراحه عن طريق المنظار. تمام، بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل المعلومات القيمه. اهلا وسهلا. احنا وانا بشكركم جدا على استضافتي، اشكركم جدا. نورتنا يا دكتور. اشكرك جدا. لسه مكملين معاكم فقراتنا في دكتور هيلث، استنونا.